السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الدبور في المنام والهروب من الدبابير. معنى عش الدبابير في المنام. عش الدبابير في المنام بيدل على مكان اجتماع الجهلة وأصحاب الشرور، كما بيدل عش الدبابير في الحلم على المكائد والمؤامرات التي سيتعرض لها صاحب الحلم في وقت قريب من أشخاص مقربين. بتدل رؤية عش الدبابير في المنام على المغامرات الخطرة والمشبوهة التي يكون ضررها أكتر من نفعها. من رأى عش الدبابير في بيته في المنام فهو محسود على ماله وأهله، ربما يدخل عليه ضيوف من أهل الفتنة والشر. أما حرك عش الدبابير في الحلم انتصار في خصومة أو عداوة. من رأى أنه يتخلص من عش الدبابير في المنام فهو ينهي علاقة مشبوهة أو يتوب من أماكن اللهو والفسق. ضرب عش الدبابير في المنام بعصا بيدل على دخول الرائي في أمر لا يقدر عليه. ربما دل ضرب عش الدبابير في الحلم على شراكة في عمل أو مصاهرة مع أشخاص أصحاب ضرر وشر لا يأمن صاحب الحلم منهم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حلم الدبابير في البيت بيدل على اللصوص والسارقين وأصحاب الفتنة والحسد. من رأى الدبابير تدخل بيته ربما أغواه أهل الشر بالكسب الحرام أو الأفعال المنكرة. كمان بنقول إن الدبابير على الطعام في المنام بترمز إلى أكل مال الحرام أو الطعام المسموم. كذلك رؤية الدبابير في الحلم على الفاكهة والشراب والحلويات جميعها بتدل على الأكل المسموم أو المال المشبوه. أما رؤية الدبور بين الثياب في المنام بيرمز لعدو يريد التشهير بالرائي والإساءة لسمعته وهيبته، وكمان عليه أن يحذر منه. تدل رؤية الدبور على الملابس في المنام على الطمع بما عند الرائي من النعمة، والله تعالى أعلى وأعلم. الهروب من الدبور في المنام يدل على الخوف والقلق من شخص لا أمان له. من رأى الدبابير تلاحقه في الحلم ربما يتعرض للتهديد أو الابتزاز من شخص دنيء أو هجوم الدبابير في المنام إحداث مفاجأة تخيف الرائي ويحصل له قلق ويصيبه منها ضرر من المال أو السمعة. ربما اكتشف مؤامرة أو مكيدة، والنجاة من الدبور في الحلم نجاة من خطر والغدر بإذن الله. من رأى أنه يهرب من الدبور في المنام دون أذى فهو يتخلص من أمر فيه قلق وخوف. وقيل الهروب من الدبور في الحلم إنهاء علاقة فاسدة أو شراكة مع شخص دنيء بيكون ضرر ذلك بقدر ما ينال الرائي من ضرر الدبابير في الرؤية. كمان بنقول إن قرصة ولسعة الدبور في المنام بتشير إلى الكلام المزعج والمؤذي. كمان بنقول من رأى الدبور يقرصه في المنام سمع ما يكرهه. ويضيف النابلسي إن لسعة الدبور في المنام ضرر للرائي من شخص. ومن رأى الدبور يلسعه في المنام أصابه ضرر من امرأة متسلطة، أو تدل لسعة الدبور في الحلم على ضرر من رجل فاسد لا يقوى عليه الرائي إلا إذا استعان بفاسق زيه. لسعة الدبور في المنام لسعة الدبور باليد في المنام ضرر في العمل. طيب لسعة الدبور في الحلم في يده اليمنى ربما يتبع هواه والفتنة. أما لسعة الدبور في الوجه بالمنام بترمز إلى ضرر في الهيبة أو كلام بالسوء يشوه سمعة الرائي. ومن رأى الدبور يلسعه في عينه فهو يكتم شهادة حق أو يتبع أهل الفساد. وقيل لسعة الدبور في الحلم إن كان معه ورم دلت على المال الحرام الذي يجنيه الرائي ويخفيه، لكنه لا ينجو بعد ذلك من ضرر شركائه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما موت الدبور في المنام بيدل على التخلص من رجل خطير شديد البطش. من رأى دبابير ميتة على الأرض في المنام دل على إن حلمه على خسارة جماعة من الناس في خصومة أو قتال. كما بيدل قتل الدبور في الحلم على انتصار الرائي في خصومه مع عدو خطير. وقتل الدبابير في الحلم نجاة من الخطر والمكائد. وربما دل موت الدبور في المنام على الخروج من القلق والخوف والحصول على الأمان والراحة. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.